ده سؤال هام جدا جدا جدا. للأسف الثقافة النفسية مش منتشرة عندنا في مجتمعاتنا، فهتلاقوا ناس كتير قوي مفكرين زي البنت دي الشيطان. الشخص اللي عنده مخاوف غير منطقية لازم يفكر مع نفسه هل ده طبيعي ولا لا. مخاوفك من المرض ده مش طبيعي، مخاوفك من الموت ده مش طبيعي بشكل يعطل حياتك. اقصد كلنا خايفين من الموت فبنصلي بنجتهد، لكن خوفي اللي يخليني بفكر في الموت 24 ساعة ده خوف مرضي. اني انا ابقى خايفة من المرض نفسه ده مش طبيعي، ده اسمه اضطراب القلق، وده يا حبيبة قلبي لازم له سايكايتريست او طبيب نفسي. يعني في شخص مثلا، هديكي شوية امثلة كده بسيطة، في شخص مثلا بيخاف من المرض ويفضل يفكر في الموضوع طول الوقت، ولو حد اتكلم قدامه عن مرض ما تلاقيه توتر، ممكن ما ينامش بالليل ويقوم ويسيب القعدة دي على طول لانه مش قادر يستحمل. ده مش طبيعي. ده بيجي دايما من ملازمة مثلا لشخص مريض وتوفى، فده بيبقى تريجر للمخ، بيبتدي المخ يحس باضطراب، بيبتدي هرمون الكورتيزون يزيد كتير قوي، فيبتدي الشخص يشعر بهذه الاعراض الغير منطقيه. في حد مثلا زي اللي عنده فوبيا، اللي عنده فوبيا ده انسان طبيعي؟ لا، اللي عنده فوبيا دوت عنده مشكله. بس لما يبقى الفوبيا معطله حياته، زي اللي ما بيقدروش يركبوا كباري مثلا، اللي ما بيقدرش يطلع كوبري، يطلع الكوبري على طول يحس ان نفسه ضيق وانه عنده بانيك اتاك، زي اللي بيخاف مثلا من اشياء غير ممنطقه ومبوظه له حياته. اعرف مريض كان بيخاف يروح البيت ما يلاقيش ركنه، والله بتكلم بجد، كان يقعد متوتر. لما بدا ياخد الادويه وبدا يمشي بانتظام على العلاج اللي بقول عليه علاج مش مهدئات، بدأ يمشي على علاج، بدأ يبقى إنسان أفضل بكتير. بدل ما كان لو في يوم من الأيام بيتصل بخطيبته ما ردتش عليه يقول دي سابتني خلاص سابتني، لا، بدأ لما ما تردش عليه يبدأ يشوف إن الموضوع طبيعي عادي، ممكن تكون مشغولة ويستنى لحد ما ترجع تكلمه. فلازم تروحي لسايكايتريست، لازم تروحي لحد مختص بالعلاج الدوائي خريج كلية طب يتكلم معاكي. طبعا قد يكون تشخيصي غلط، عادي جدا، بس أنا بس بحاول ألفت نظرك إن الأوفر اللي انت فيه ده محتاج انك على الاقل تسالي. روحي يا ستي لسايكايتريست واساليه، وعلاجك هيكون في برشامه وحياتك كلها تتغير، فلما لا. تاني حاجه برضو لازم تاخدي بالك منها، ان البني ادم اللي بيبقى عنده توتر من حاجه او عنده مرض، خوف مرضي منها، ده بيعقبه دايما اكتئاب. هما الاتنين مرتبطين في المخ، السيروتونين والدوبامين والادرينالين، التلاتة بيزيدوا وينقصوا مع بعض. فلما بينقص قوي السيروتونين اللي هو بيسبب هذا الخوف المرضي، الدوبامين طبيعي بيقوم نازل معاه، فتلاقي دايما اللي عنده انكزايتي بيجيله سكندري ديبريشن، يعني بيجيله ديبريشن كنتيجة للانكزايتي. والعكس، الناس اللي بيبقى عندها ديبريشن لا قدر الله بيبقى عندهم مرض الاكتئاب، مش زعلان له شويه يعني، بيبتدي يجيله اعراض انكزايتي وقله نوم وممكن تريمورز وممكن افكار انتحاريه. فكل ده يستدعي مننا ان انت تروحي وتجربي، وان شاء الله ربنا يجعل فيه الشفاء والخير.